كلنا من امبارح سمعنا عن الفيديو المنتشر لحسين الشحات، وكان فيه لقطة مشينة وخالية من الروح الرياضية، وهي لقطة ضرب حسين الشحات لمدافع بيراميدز الشيبي. لقطة ما تخرجش من لاعب كبير سنا ومقاما زي حسين الشحات، لاعب في النادي الأهلي ولاعب منتخب مصر. بس السؤال الأكبر هو إيه اللي وصل حسين لرد الفعل ده؟ طب هو حسين أول مرة يعمل حاجة شبه كده ولا هو لعيب متعودين منه على السلوكيات دي؟ كل الأسئلة دي وأكتر كمان هنجاوب عليها. أول حاجة معانا هو رد فعل حسين الشحات، ده مش أول مرة، قبل كده عمل رد فعل ضد حكم مباراة نهائي أفريقيا، وده كان ممكن يخليه يطرد أو يتوقف كمان، وده أكيد تهور من حسين. بس في مباراة النهائي دي الحكم كان متحامل شوية على فرقة النادي الأهلي، فالناس عدت الموضوع والأهلي ما رفعش غرامة على اللاعب. طيب لقطة زي بتاعت امبارح دي اللي مفيش أي حد يقبلها، إيه اللي ممكن يكون المبرر بتاعه؟ المبرر بتاعه بناء عن كلام معظم الصحفيين أو عن الصورة اللي متاخدة عن الشيبي، هو لاعب بيعرف ازاي يستفز اللعيب اللي قصاده، وده شفناه في ماتش السوبر اللي فات بين الفريقين، وكان في رد فعل شديد على نفس اللاعب كمان في الماتش الاخير. اللاعب عمل احتفالات مستفزه واتقلل من جماهير الاهلي، ده غير ان بعض الصحفيين قالوا ان الشيبي كان بيستفز اللعيبه وبيقول كلام ما ينفعش يتقال، وده خلاني افتكر موقف زيدان وماتراتزي في كاس العالم، لا ده كمان في النهائي لما العالم كله قام عليه، بس لما السبب اتعرف ناس كتير جدا كانت واقفه مع زيدان وبرروا الموقف. فممكن يكون في سر على رد فعل حسين، وممكن يكون مفيش، بس ده صعب شويه، عشان على الرغم من عصبيه حسين، على قد ما احنا عارفين ان حسين متربي واللي قريبين منه يعرفوا ده، بس اللي واضح قدامنا دلوقتي ان حسين غلطان واكيد لازم يكون في عقوبات عليه، وده اللي بالفعل حصل من رابطه الانديه المصريه المحترفه برئاسه احمد دياب بالتنسيق مع اداره المسابقات برئاسه عامر حسين، وهو قرار ايقاف حسين الشحات لاعب النادي الاهلي مباراتين وتغريمه 20,000 جنيه للسلوك الغير رياضي في مباراه الاهلي وبيراميدز طبقا لقائمه العقوبات. كمان النادي الاهلي طبقا للقائمه الداخليه الخاصه بيه تم تغريم حسين مبلغ مالي كبير، ده غير ان اللعيبه كلنا شفناهم بيتصالحوا وقلنا ان كده خلاص الازمه انتهت. بس للاسف الازمه كبرت اكتر بسبب تدخل وكيل اعمال اللاعب المغربي محمد الشيبي، وقام باجراء اتصالات بمسؤول السفاره المغربيه في القاهره عشان يقدم بلاغ جنائي ضد لاعب الاهلي حسين الشحات بعد تعديه عليه بالضرب وتهديده وترويعه خلال مباراه بيراميدز والاهلي. لا ده كمان اللاعب نفسه بعد ما اتصالح مع حسين طلع على الانستجرام وقال ان هو اتهدد بكسر القدم، وان هو اتشتم بالام والاب، وان تم الاعتداء عليه بكل الطرق، وانه كان يقدر يرد على حسين بس احترامه لفريقه هو اللي خلاه ما يعملش كده. الشيبي قرر يتوجه للنيابه العامه مع المحامي السفاره المغربيه عشان يقدم بلاغ جنائي ضد اللاعب اللي اتعدى عليه، وده موثق بالفيديوهات بجانب تهديده وسبه بالالفاظ الخارجيه. كمان قرر وكيل الشيبي تقديم شكوى تانية للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ضد لاعب الاهلي بسبب نفس الواقعه، ده غير كمان بعض الصحفيين المغاربه حبوا يخلوا الموضوع يكبر ويدخل لقضيه بين مصر والمغرب، وان لا يصح اهانه اللاعب المغربي داخل الاراضي المصريه، بس اكيد ده قله من الاشخاص، وده عشان مصر والمغرب اشقاء والشعب المصري بيعز الشعب المغربي جدا، والحكايه بعيده كل البعد عن اي حاجه من الكلام ده. بس ليه الموضوع وصل لكده مع ان اللاعب كان اتصالح فعلا وكان خارج من الملعب وهو على وشه علامه الرضا؟ ممكن يكون في حد هو اللي وجهه لحاجه زي دي، الله اعلم، بس الاكيد ان الموضوع لسه مخلص.